قلنا ان افضل الطرق اللي نقدر نلون بيها بيتنا ان احنا نرجع لعادة الالوان الاساسيه ونظريات، واتكلمنا على نظريتين مهمين جدا، ارجع شوفهم لو لسه ما شفتهم. دلوقتي هكلمك على نظريه ثانيه وهي نظريه الالوان الثلاثيه، وهنا بنختار الوان مناسبه من عجله الوان تعمل لنا شكل مثلث. يعني على سبيل المثال الازرق والاصفر والاحمر، تقدر مثلا تختار لونين منهم واللون الثالث يكون لون الديكور، سواء بقى كانت دجاليت او ورق حائط او اي حاجه مناسبه عموما للديكور. ده بيخلق تباين واضح وصريح في الالوان بتاعتك جوه الفراغ اللي انت عايش فيه. وانسب مكان تقدر تطبق فيه النظريه دي هي اوضه المعيشه او الليفنج. النظريه الرابعه والاخيره هي نظريه اللون الاحادي، وهنا بستخدم درجات مختلفه من نفس اللون الواحد، زي مثلا انك تختار اللون الازرق وتعمل بيه كل الوان الشقه بتاعتك، فيبقى عندك درجات كتير جدا من نفس اللون اللي انت مختاره. ودي من اكتر النظريات اللي بتخلق جو هادي في المكان وبتحسسك بالسكينه، خصوصا لو انت مختارها هاديه وفاتحه بتدي اتساع وراحه في المكان. وتقدر تطبق النظريه دي بتستخدمها في اوض النوم الماستر او غرفه الاطفال، وتقدر بنفسك عن طريق موقع الكتروني تختار النظريه اللي انت عايز تستخدمها، وهو هيرشح لك الالوان اللي تقدر تستخدمها. قول لي بقى الوان بيتك معموله على انهي نظريه من اللي اتكلمنا عنها، سواء في الفيديو ده او الفيديو اللي فات. انا محمود طار، وده كان فيديو النهارده. سلام.